السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي إلى المجلس 22 من مجالس شهر رمضان المبارك. العشر الأواخر أفضل أيام العام على الإطلاق، لذلك يجب علينا أن نجتهد في هذه العشر وأن نشد المئزر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر اجتهد فيها ما لم يجتهد في غيرها أبدا. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. اجتهدوا في هذه العشر وتفرغوا فيها وأحيوها بقراءة القرآن وبالذكر وبالتسبيح وبالصلوات وبالتهجد وبالاستغفار وبالإكثار من الحسنات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه الإمام البخاري. أحيا ليله أي بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وغيرها. أيقظ زوجتك وأمك وأختك وحثهم وعائلتك جميعا وحثهم على اغتنام هذه العشر والإكثار من الاستغفار وقراءة القرآن والتسبيح والأعمال الصالحة، فإنها فرصة والله لا تعوض. اعتكف في هذه العشر إن استطعت، فإن لم تستطع فاعتكف ولو جزءا منها ولو لسويعات حتى تغتنم وقتك أكثر فأكثر. وقت هذه العشر ثمين، فاهتم بها اهتماما بالغا، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. احذر من إضاعة هذه العشر في التسوق والتسكع في الأسواق وشراء الملابس والمأكولات والذهاب من سوق إلى سوق بحثا عن الملابس وبحثا عن الدنيا وعن ما يشغلك عن عبادة الله. واعلم أن أهم العبادات في هذه العشر الأواخر صلاة الليل، فاجتهد في صلاة الليل وأطل في صلاة الليل، في ركوعها، في قيامها، في سجودها، واعلم أنها من أفضل الصلوات كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة القنوت. رواه الإمام مسلم. اجتهد في هذه العشر اجتهادا كبيرا وشمر عن ساعدك واجتهد في العبادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلط 20 بصلاة ونوم، فإذا جاءت العشر شد المئزر واجتهد وشمر عليه الصلاة والسلام. إلى هنا أحبتي في الله انتهى مجلسنا لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.